20 مسلسل رح يخوضوا السباق الرمضاني، معظمهم اجتماعي وكوميدي. حضور خجول للأعمال المشتركة، عملين بيئة شامية وعملين فانتازيا. زيت بإيده صار دواء. كل هاد رح نعرفه بدليل المشاهد لكل المسلسلات السورية والمشتركة لموسم 2026. بالبداية منوه إنه موقع بوستا رح يقدم جدول بيضم أوقات العرض لكل المسلسلات السورية ابتداءً من أول أيام رمضان. منبدأ جولتنا بقسم المسلسلات الاجتماعية يلي بيضم 10 أعمال. أولون مسلسل مولانا، وبتدور أحداثه عن جابر يلي بينتحل شخصية حفيد شيخ أحد الضياع المعروف بالعدل، وأهل الضيعة من حبهم للشيخ بيلتفوا حول جابر وبيدعموه لحد ما توصل شهلة الحفيدة الحقيقية للشيخ. أنا فايت بكابوس مو معروف أوله من آخره، وأنا ماني مصدق أخلص منه هذا الكابوس. وتاني المسلسلات هو مطبخ المدينة، وبيحكي قصة شيف عنده 4 أولاد بيشتغلوا بمطبخ سوري وبيلاقوا فيه ملاذهم الآمن، بس بتنقلب حياتهم رأساً على عقب لما بتختفي أختهم ليواجهوا اختبارات قاسية. ما بيكون اسمي نورة إذا ما بكيتك على حالك. أنا شحادة بن شحاد. أما ثالث الأعمال هو أنا وهي وهيا، يلي بتدور أحداثه حول صحفي بيفقد عمله بالوقت يلي بتلمع فيه زوجته فجأة بعد دخولها عالم البودكاست، وصديقتها المحامية يلي بتدخل لتساعدها على الطلاق قبل ما تنقلب المعادلة وتبلش بالاقتراب من زوجها. المسلسل الرابع هو الخروج إلى البئر، المستوحى من شهادات ووثائق حقيقية بتسلط الضوء على معاناة السجناء بسجن سيدنايا والاستعصاء الشهير يلي صار جواته. وخامس الأعمال هو عائلة الملك، وبتدور أحداثه خلال الفترة يلي سبقت انهيار النظام السياسي بسوريا بأشهر قليلة، وبيحكي قصة عائلة جبري الملك التاجر الدمشقي الغني يلي بيقارع الجهات الأمنية للحفاظ على مكانته المالية والعائلية. سعادة المجنون يلي بتنطلق أحداثه من جريمة مرتبطة بملف فساد كبير، بتتشابك خلالها صراعات بين رجل بيركض وراء المال والسلطة وامرأة باردة المشاعر بتحركها رغبة السيطرة، ورجل أعمال بيتلاعب بالكل ليحافظ على نفوذه ضمن شبكة صفقات مشبوهة. خطوة تانية بكومك بأرضك ما بتلاقي مين يدفنك. المسلسل السابع هو الملائية يلي بتدور أحداثه بحارة بتحمل نفس الاسم، وبتشهد صراعات معقدة داخلة بين الأسطورة والواقع. مسلسل القيصر لا مكان لا زمان هو عبارة عن 10 ثلاثيات درامية بترصد كواليس الحياة اليومية للمجتمع السوري بظل نظام حكم فاسد. مريم احكي معي. تحية مريم. والمسلسل التاسع هو المقعد الأخير، المكون من 15 حلقة، وبيحكي عن التفاوت الطبقي بين طلاب المدارس وانعكاس وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل الجديد. هاي جايز. وكان من المفترض يكون مسلسل السوريون الأعداء العمل الأخير بالقائمة، لكن بسبب عدم انتهاء عمليات التصوير خرج من السباق الرمضاني. قسم الأعمال الكوميدية رح يكون غني هذا الموسم وبيضم 4 مسلسلات. أولاً مسلسل بنت النعمان، متصل منفصل وبتدور أحداثه بأحياء دمشق عن هموم الناس اليومية ومفارقات العيش بالعشوائيات، ورح نرجع نشوف من خلاله محمد أوسو بعد غياب. صراحة اللي عم تعملوه ما بيشبهني، كتير بزخ وصرف وأوفر وشو أوف. ثاني الأعمال هو بيت الأحلام، المكون من 15 حلقة، وبتدور أحداثه ببيت بيجمع 5 شخصيات غريبة الأطوار، كل واحد عنده أسرار وأحلام خاصة. هالشي بيحول البيت لمسرح مواقف غير متوقعة. وثالث المسلسلات هو الجزء الثالث من ما اختلفنا، المسلسل يلي بيقدم بكل حلقة عدة لوحات كوميدية على غرار مسلسل بقعة ضوء. أنا تافه أتفه شيء، أنا حقيرك أحقر شيء. والجزء الثاني من مسلسل يا أنا يا هي، العمل سيت كوم، حلقات منفصلة متصلة، بكل حلقة رح نشوف ضيف جديد. ومحبي الفانتازيا رح يكونوا على موعد مع مسلسل النويلاتي يلي رح يتناول جوانب من حياة تجار حرفة النول والحرير وصراعات مشيخة الكار. والله يا حضرة النويلاتي ما حدا قعد على هالكرسي وطول. والجزء الثاني من مسلسل تحت الأرض بعنوان جرد حساب، ويلي بيستكمل حكاية الجزء الأول مع خطوط درامية جديدة وانضمام فنانين جدد مثل سلافة معمار.
وحضور قسم البيئة الشامية لهذا الموسم رح يضم مسلسلين. الأول هو اليتيم، وبيحكي قصة عرسان اليتيم يلي بينترك وحيد بعد صراع عائلي على الميراث، وبيواجه الكثير من التحديات. انت واحدة من حرام زعيم عم تغلط ها؟ خاتلك. العمل الثاني هو شمس الأصيل، وبتدور أحداثه خلال الحقبة العثمانية حول عائلتين بتحكم علاقتهم الأسرار والخفايا القديمة. وهيك منكون وصلنا لقسم الأعمال المشتركة يلي رح يكون حضوره خجول لهذا الموسم، وبيضم عملين فقط. 5 أرواح، وبيحكي قصة شمس الملقب بابن الميتة والوريث الوحيد لرجل غني، بس هالإرث مشروط إنه يلاقي إخواته الأربعة خلال 6 شهور لحتى يضمن حصوله على الورثة. يقول لي ابن الرقاصة يمه ذكر يحكي كلمة غلط على سمير. والمسلسل الأخير هو لعب الغرام يلي بتدور أحداثه بفندق صاخب بين حفلات الأعراس يلي ما بتخلص والضيوف الغريبي الأطوار. منوه بالنهاية إنه بعض هالأعمال ممكن ما تنعرض وتتأجل للموسم القادم.